السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مسا على أحلى صحبة في الدنيا، صحبة في المطبخ مع أم يوسف. إخواتي وبناتي، أحلى بنات وأحلى إخوات. بناتي الحلوين اللي أنا ببقى قصداهم بكل الفيديوهات اللي بعملها. يعني أنا ببقى هدفي البنات الصغيرين اللي لسه بيتعلموا، اللي زي بنتي إن شاء الله ما تكبر كده تشوف الفيديوهات دي وترجع عليها. أنا هنعمل الوصفة دي بمقادير بسيطة جدا: نص كيلو لحمة، بصلاية كبيرة أو اتنين صغيرين، بياض بيضة. طبعا لما بعمل أي حاجة بالبيض وبيفيد عندي بياض البيضة بشيلها للحاجات اللي أنا بحتاجها. معلقة بيكنج باودر، معلقة فلفل أسود، مع 7 بهارات، معلقة كاري، معلقة ملح. طبعا المعالق دي كلها معلقة متوسطة اللي هي الصغيرة، ومعاهم طبعا شوية خضرة وبشر جوز الطيب وفص توم واحد. هكتب لكم كل المقادير دي في صندوق الوصف بالترتيب. هتحضروها من صندوق الوصف وتبتدوا تشتغلوا عليها. انا حطيت هنا نص كيلو اللحمة المفرومة بتاعي، وحطيت عليه بياض البيضة، وهنزل بالتوابل كلها. هنحضر بقى حاجتنا مع بعض بالترتيب كده حاجة حاجة. وبعد كده هبشر عليها بشرتين 3 جوز الطيب. طبعا اما بتطحنيه ما بيديكيش نفس النكهة زي ما بتبشريه فريش كده في كل وصفة. طبعا ديت معلقة نشا هتغير كيان الكفتة خالص، ويا رب ما تنسوهاش. برضو هتلاقوني كاتباها لكم. جبت الكبة حطيت فيها البصلتين وقرن فلفل وطماطمايه، وهبتدي اعصرها. وده دوش هاخد منه قطع عشان ازود الدسامة شوية. طبعا الدوش انا زي ما انتم شايفين انا حطيته على اللحمة. طبعا البصل بدل ما نعصره بايدينا زي ما بنشوف اكبر الشيفات بيعملوا كده، ملوش 3 لازمة اللي بيعملوه دوت. لا، احنا هنجيبه في مصفى، هناخد المية اللي هتطلع منه والتفل اللي هيطلع هو دوت اللي احنا هنستعمله مع الكفتة. المية دي حبايبي بقى هنعمل بيها ايه؟ ممكن لو عندك فيليه هتتبليه، لحمة للشوي هتتبليها، حاجات كتيرة اوي ممكن نعملها بالمية. بس في الوصفة دي احنا هنحتاجها مش هنحتاجها. ادي بقى شوية خلاصة المية اللي طلعت، عليهم شوية ملح، وهتعرفوا بعد كده هنعمل فيهم ايه. شوية فلفل اسود، وشوية زيت صغيرين، وعليهم معلقة عسل. اللي ما عندوش عسل يا جماعة يحط معلقة سكر. وبرضه هحط لكم دي اللي احنا هنصبع بيها الكفتة، برضه هحطها لكم بالترتيب في صندوق الوصف عشان ما تتلخبطوش في حاجة، يمكن ما تلحقوش يعني وانا بتكلم تكتبوها، هتلاقوها مكتوبة ومطبوعة. مسكت الحاجات دي كلها عملتها في الكبة تاني، وحطيت عليهم شوية الخضرة. ما عندكيش كبة بقى حلوة هتعملي ايه؟ هتعجنيهم كأنك بتعجني عجينة، هتقعدي تعجني في اللحمة لحد ما تديكي الشكل ده. يبقى عندنا كبة هنمسكهم كلهم نعملهم في الكبة لحد ما اللحمة تدينا خيوط. ما عندناش كبة يبقى عجن بإيدك هتديكي نفس النتيجة بالظبط. بعد كده ادي المادة السائلة اللي احنا قلنا عليها، ودي عصيان الشيش طاووق. حبايبي انتوا ممكن تجيبوا كيس واحد من عصيان الشيش طاووق وتخليه عندك. طبعا انت بتنقعيه ساعة في مية قبل ما تستعمليه عشان ما يتحرقش قوي، يعني بيتحرق على الحروف كده على بسيط. وبعد ما بتخلصي بيه بتغسليه وتستعمليه تاني وتالت لحد ما تلاقيه خلاص هو اشتكى خلاص، يعني مش نافع. بس انتي بتستعمليه مرات كتير كتير بجد يعني. كل ما هتحافظي عليه وتنقعيه نقعة كويسة بالمية قبل ما تستعمليه، بعد كده هوت هتلاقيه ما اتحرقش، هي الحروف بس، وهتمسكيه تغسليه وتشيليه تاني وتستعمليه. زي ما احنا شايفين ببتدي ابل ايدي وببتدي اصبع زي ما احنا شايفين. طبعا بنقفل من فوق ونقفل من تحت ونبتدي نعمل صوابع كده عليها بايدينا. وطول ما احنا شغالين بنبل ايدينا من السائل اللي احنا عاملينه. بيدي تلميعة، بيدي جوسي كده من بره. اما بتيجي تتحمر بيديها لون جميل قوي. كده خلصنا كميتنا يا جماعة. الكمية دي لو انتوا واخدين بالكم وشايفينها، دي كمية نص كيلو لحمة وما شاء الله مدية يعني سرفيس كبير. تخيلي انت لما بتجيبي نص كيلو لحمة مشوية بكام، او فراخ او كفتة مشوية بكام، وكميتها قد ايه. كميتها بتبقى حاجة كده في طبق فويل صغير، غير النظافة وغير انت بتعملي حاجة حلوة. طبعا العرايس الجمال بيعملوا ربع كيلو لحمة وهيديهم كمية كويسة الفردين. احنا عشان يعني أسرة، النص كيلو مع البطاطس مع شوية مكرونة بيبقى حلو جدا. كل عروسة بقى حلوة، عشان احنا عندنا عروسة الأيام ديت ربنا يتملها على خير. كل عروسة حلوة بقى زي عروستنا تعمل ربع كيلو هي وجوزها مش أكتر.
تبتدي الفرخة تسويها على مرتين، تعمل كل حاجة على قد فردين، مش بالكترة هي، وفي نفس الوقت هتبقى مصاريفها على قدها. هناخد بقى الحلوة دي ونروح بيها على الفرن. طبعا احنا شايفين الصاجة اللي انا حطاها تحت دي عشان اي دهون تنزل بينها. بعد ما طلعت من الفرن زي ما انتوا شايفين بسلك من فوق ومن تحت وبطلعها. ليه يا ام يوسف بتحطيها في الصينية دي؟ دلوقتي هنشوف حالا هنعمل فيها ايه. بعد ما نسلك كميتنا كلها، انا عايزاها في حاجة محكومة ومقفولة. الفترة اللي هي كانت فيها في الفرن انا كنت بولع الفحم دوت. هنحط الفحم بقى في طبق زي ما احنا شايفين صغير، مش هنحطه طبعا على الاكل مباشر لانه غلط. وعليه قطعة سمنة صغيرة، مش زيت يا جماعة، والنبي إله يستركم، سمنة مش زيت. ونروح مغطينها بحاجة، هتطلع ولا احلى كبابجي. وزي ما انتوا شايفين شوية المكرونة مع سلطة الطحينة والطماطم والبطاطس، هتعملي احلى سفرة لجوزك وولادك، وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا. يا رب الوصفة تكون سهلة وجميلة يعني كده وعجبتكم. والله يعني اي حاجة تعمليها بايدك هتطلع زي الفل. والسلام عليكم.